ازيكم عاملين ايه؟ This is دكتور شيماء. لو انت عكيت في رمضان كتير وعكيت كمان في العيد وكلت كحك وبيتيفور وبسكوت وخارج من رمضان والعيد بزيادة وزن كبيرة وعايز تنزل الوزن اللي انت خدته بسرعة، يبقى الفيديو ده ليك. هقول لكم على نظام غذائي ممتاز جدا هيخسسك بسرعة قوي الوزن اللي انت زدته في رمضان والعيد، وكمان مش هيحسسك بالحرمان. تابعوا معايا الفيديو الاخر وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. النظام اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو صيام البروتين اللي احنا بنسميه بروتين سبيرنج موديفايد فاست. ركزوا معايا كويس قوي، هنطبق النظام ده ازاي عشان لازم تطبقه بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي بالظبط عشان يجيب معاك نتيجه كويسه قوي ونتيجه سريعه. اول حاجه مهم قوي انك تمشي على صيام متقطع. صيام متقطع اللي هنمشي عليه هو 16 ساعه صيام و8 ساعات فطار بس خلي بالك ان احنا هنمشي على صيام متقطع، بس هنصوم خلال النهار مش هنصوم بالليل زي رمضان. ليه؟ لان انت لسه خارج من رمضان كنت بتصوم بالليل، فبالتالي جسمك اتعود على انك في الفتره دي كنت بتاكل بالليل، فاحنا هنعكس اليوم بتاعك عشان جسمك يرجع تاني يحرق كويس، لان زي ما انتوا عارفين الجسم بيتعود على النظام اللي انت بتكون ماشي عليه. فانت طول شهر رمضان كنت بتاكل بالليل وبتصوم طول النهار، فاحنا بالتالي هنعمل دلوقتي العكس. هنفطر بالنهار، هناخد 8 ساعات بتوعنا خلال النهار، وهنبدا نصوم من 6 او 7 بالليل بالكتير قوي. كمان الطريقه دي هتكسر عندك حاله ثبات الوزن. تاني حاجة، النظام ده معتمد على ان احنا بناخد نسبة معينة من البروتين. هنحسب لنفسنا نسبة البروتين اللي احنا هناخدها خلال اليوم كله، هتكون حوالي 1.7 ل 2.2 جرام من البروتين لكل كيلو من وزنك. دي اقصى كمية من البروتين مسموح لك انك تاخدها خلال اليوم. طبعا في اخر الفيديو هقولك على مثال يوم كامل عشان تعرف الكميات بالظبط وتعرف هتاخد ايه في يوم. هتوزعهم خلال اليوم بتاعك حوالي 3 أو 4 وجبات خلال ال8 ساعات بتوع الفطار بتوعك على حسب الجوع والشبع بتاعك. طبعا في النظام ده احنا بنهتم بنسبة البروتين عشان ما تفقدش كتلة عضلية وعشان ما تخسرش عضلات، فاحنا بنهتم بالبروتين كويس قوي في النظام ده. البروتين بتاعك هيكون زي اللحمة، زي البيض، زي الدجاج، زي السمك، زي التونة. الحاجة التالتة زي ما قلت ان احنا هنمنع اي دهون خارجية هنضيفها على الاكل، هنمنع الدهون خالص، هنعتمد بس على الدهون اللي احنا هناخدها من البروتين بتاعنا سواء كان بروتين حيواني او بروتين نباتي. الحاجة الرابعة ان احنا هناخد نسبة قليلة من النشويات، والنسبة القليلة دي هناخدها من الخضروات بتاعتنا. نسبة النشويات بتاعتنا هتكون حوالي 25% مش اكتر من كده. زي ما قلت هناخدها من الخضروات بتاعتنا زي الكوسة، زي السبانخ، زي الخيار، زي الخس، زي الكابوتشا، زي البروكلي، وهكذا. اهم حاجة يكون البروتين بتاعك وجنبه نسبة كويسة من الخضار. يبقى احنا كده اتعرفنا على النظام بتاعنا، عبارة عن نظام بيكون عالي في البروتين وبيكون قليل جدا في الدهون او منعدم في الدهون، وقليل جدا في النشويات، وبتكون مصدرها من الخضروات بس. الحاجة الخامسة، النظام ده هيبقى هايل جدا لو انت كمان لعبت معاه رياضة. حقيقي هيفرق معاك قوي وهيزود معدل الحرق عندك وهيكسر ثبات الوزن لما كمان تدخل رياضة معاه. الرياضة ممكن تكون ساعة مشي في اليوم مثلا، هتفرق معاك قوي قوي قوي، هتعلي عندك معدل الحرق بطريقة رهيبة جدا. مش عايزة اقولك انت كمان ممكن تخس وزن كبير قوي خلال الفترة اللي انت هتمشي فيها على النظام ده. الحاجة السادسة مهم قوي انك تاخد المكملات اللي انا هقولك عليها في النظام ده. طب مكملات زي ايه؟ اول حاجة هناخد الكروميوم، والكروميوم بيزود حساسية الخلايا لهرمون الانسولين، كمان بيظبط مستويات السكر في الدم عندك، فده هيزود حرق الدهون عندك في الجسم. تاني مكمل معانا هو المغنيسيوم، والمغنيسيوم بيقلل الضغط العصبي، كمان هيقلل التوتر والارق، فهيساعدك انك تكون مودك احسن. رقم 3 فيتامين بي كومبلكس، وفيتامين بي مهم قوي عشان الاعصاب وبيقوي الاعصاب بتاعتك، ده غير ان هو برضه بينشط الحرق عندك في الجسم. رقم 4 من الفيتامينات المهمة جدا هو فيتامين دي، وفيتامين دي مهم قوي انك دايما تاخد جرعة ليه مينتيننس، يعني جرعة تخلي نسبته عندك تكون ثابتة، لانه الفيتامين دي مشكلته ان هو ممكن فجأة يقل في جسمك من غير ما انت تحس. فمهم قوي انك تاخد دايما جرعة لفيتامين دي تخلي نسبته ثابتة في جسمك، ما تنزلش ابدا، لان فيتامين دي مهم قوي للحركة وللنشاط، من غيره هتحس بالكسل والخمول، ده غير ان نقصه بيعمل اكتئاب شديد قوي. طبعا لازم نهتم بالملح في اكلنا كويس قوي. رقم 7 مهم قوي انك تشرب ميه كويس جدا سواء كنت صايم او في وقت الفطار بتاعك. الميه بتحفز الحرق عندك في الجسم، كمان هتزود خروج الميه المحبوسه في جسمك نتيجه العك اللي حصل في رمضان وفي العيد. دايما الجسم بيكون حابس ميه في الوقت ده، فعشان تزود خروج الميه الزياده دي مهم انك تشرب ميه كويس قوي. النظام ده هتمشي عليه لمده شهرين باقصى حد، ما ينفعش تمشي عليه اكتر من شهرين. النظام ده ممنوع للحوامل، المرضعات، كمان لمرضى الكلى ومرضى السكر النوع الاول، وكمان لو انت بنت او ولد اقل من 20 سنه.
تعالوا دلوقتي نقول مثال كامل هناكل ايه بالظبط. زي ما احنا اتفقنا هنبدا صيام من 7 بالليل لمده 16 ساعه. بعد كده هنبدا ناكل وهنكسر صيامنا على حوالي 4 أو 5 بيضات يكونوا مسلوقين، وطبعا زي ما قلنا معاهم شويه خضار. الوجبه التانية عباره عن 150 صدور فراخ، يعني انت هتجيب مثلا صدر فرخه وهتقسمه نصين، يبقى كده عندك البروتين بتاعك وكمان معاه شويه خضار، سواء بقى كان سوتيه او سلطه بتاعتك، فده مهم قوي. ال 150 جرام صدور فراخ هيديك حوالي 35 جرام من البروتين، طبعا مع الخضار بتاعنا سواء خاص او كابوتشا او خيار او خضار مطبوخ زي مثلا سبانخ. الوجبه الرابعه هناخد حوالي 150 جرام من اللحمه المفرومه، حوالي 6 معالق كبار من اللحمه المفرومه، برضو يكون جنبها الخضار بتاعها او يكون معاها السلطه بتاعتها. النظام ده لو مشيت عليه لمده شهرين كحد اقصى هيفرق معاك قوي، وهينزل الميه زياده في جسمك، كمان هيخسسك وزن كبير قوي في وقت قصير، من احسن الانظمه اللي هتخسسك بسرعه. وزي ما هقول لكم كل فيديو اكتبوا لي دلوقتي وزنكم تحت الفيديو كام، وبعد ما تمشوا على النظام ده لمده شهرين قولوا لي وزنكم وصل لحد كام ومقاساتكم بقت عامله ازاي دلوقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه، ولو في اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتس تحت.